بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فوز النهاردة الأهلي بالمباراة. شفنا المباراة النهاردة، يمكن حضراتكم تتفقوا معايا إن الأداء مش ولا بد، لسه فيه سلبيات كتير من المباراة اللي فاتت بتاع المقاولين اللي في كاس مصر. بس قبل ما نقول السلبيات والإيجابيات، تعالوا نشوف الحالات الكوميدية اللي حصلت في المباراة النهاردة. بداية من لقطة لعنة الحسد من بلال علام. في الدقيقة 19 بلال علام لأكرم توفيق بيقول ايه بقى: بسم الله ما شاء الله عيلة الحاج توفيق، الحاج عبد العزيز ما شاء الله، امسكوا الخشب وامسكوا أكرم القوه ما شاء الله عليه، تعبنا من مدح أكرم وخلصنا كتير ما شاء الله عليه من اللعيبة الرجالة. على فكرة لعيب بيلعب بقلبه مش بيلعب بأي شيء آخر. أكرم توفيق من ساعة ما بلال علام قال عليه الكلمتين دول وهو يعني مش جاي دقيقة لقدام. وتاري أكرم توفيق النهاردة لعب أسوأ مباراة له حتى الآن، بداية من الهدف اللي بيتحمل جزء منه مع محمد الشناوي، حتى بقى الترقيصة بتاع لاعب الطلائع في الهدف الملغي. وبطلب من بلال علام والنبي ما تاخد بالك من لعيبة الأهلي أوي كده، سيبهم في حالهم، بلاش المدح الزيادة عن اللازم ده، لأن اللعيبة مش متحملة اللي بيجرى لها من إصابات وغم وهم كتير. اللقطة التانية إن موزيس طلع لعيب حقيقي بإيده اللي تتلفف حرير. قدر النهاردة موزيس يضحك على الحكم وعلى الملعب كله بأكمله ويحرز هدف بلمسة يد غير مرئية للجميع. الغريبة في الموضوع ان لاعبي الاهلي ما لاحظوش الكورة ووقفوا، مفيش حد فيهم لاحظ لمسة اليد ولا حتى رفع ايده على انه تسلل ولا حاجة، وفوجئنا ان الفار بيستدعي الحكم عشان لمسة يد، ولولا الفار لكان الاهلي في مهب الريح، وكان الاهلي هيفقد نقطتين او 3 نقط في مسابقة الدوري بدون لازمة. اللقطة الثالثة الكوميدية لما لعيب طلائع في نهاية الماتش بعد ما محمد عادل نهى المباراة، راح الحكم يبص في ساعة الحكم بطريقة طريفة، قال ايه بيشوف الوقت بدل الضائع، بيطمن على الوقت خلص ولا مخلص ولا ايه مش عارف. يعني كانت لقطة طريفة وكنا بنعملها زمان واحنا بنلعب كورة، نروح للحكم ونقول له ورينا الساعة. فدي كانت حتى لقطة طريفة من لاعب الطلائع. نرجع للمباراة وعلى أداء الأهلي اللي عليه علامة استفهام كتير جدا، والأداء السلبي اللي عليه لاعب الأهلي. أولا فيه ميس باص كتير من أغلب اللعيبة في أكتر من كورة. أليو ديانج النهاردة بيعمل أسوأ مباراة له مع الأهلي ولسه عنده حتت الميس باص فيها كتير. المهم بيلعب كورة من ضمن الكور اللي غلط فيها أليو ديانج، كورة لعبها للخلف واتقطعت في الدقيقة 47 وقطعها رامي ربيعة، وبسبب الكورة دي حصل على كارت أصفر. لو أليو ديانج خد باله من الميس باص اللي بيعمله ده، المفروض المدرب عليه إنه يشده شوية أو يصحيه من حتة النوم اللي بينامها. مش عارف أليو ديانج مش مركز اليومين دول بسبب الكلام الكتير اللي بيتكلموا عليه عن الاحتراف ولا إيه، مش قادر أفهم. نيجي للهدف. غلطة الهدف بيتحمله جزء منه أكرم توفيق والشناوي بيتحمل جزء منه. أكرم توفيق غفل لحظة واحدة عن مكانه في الباك اليمين وساب لاعب الطلائع بيروح انفراد، مش عارف أكرم كان فين في الملعب. مجرد إنه غفل عن مكانه لحظة، لاعب الطلائع انتهزها فرصة وعمل هجمة خطرة على الأهلي اللي جه منها الجول. بالإضافة إلى أن محمد الشناوي طلع، المفروض أنا لو طلعت على كورة زي دي يا إما أكون مقاتل وأخدها يا إما ما أطلعش من مكاني. يا ريت محمد الشناوي ما كان طلع، كان ممكن لاعب الطلائع يتصرف في الكورة ويضيعها. أنا لو طلعت على كورة يا إما أخدها وأقاتل عليها يا إما أسيبها ما أطلعش من مكاني، وخصوصا وأنبه المدافع إن هو ياخد باله منها، خصوصا المهاجم ساعات بيخاف من الحارس وبيبقى عنده رهبة شوية من الحارس اللي بيلعب له، خصوصا ان هو بيلعب قدام محمد الشناوي بطل النادي الاهلي وافريقيا كلها. النهارده الاهلي بصراحة ما عملش ولا فرصة في الشوط الاول، او اغلب الشوط الاول ما راحش على المرمى خالص في اي هجمة. نيجي لاحمد عبد القادر، مازال اداؤه في الملعب عليه علامة استفهام، مش اللي هو برضه الاداء مش اللي هو عاوز يفوق شوية. احمد عبد القادر بيحتفظ بالكرة كتير
ولازم يكون عنده تصرف بسرعة في الكورة، علشان معروف ان احمد عبد القادر لعيب مراوغ واللعيبة بتتكتل عليه، وبيبقى عليه تكتل من كذا لعيب بيضغطوا عليه الضغطة بيستخلصوا منه الكورة، فالمفروض يصرف الكورة من رجله بسرعة. الشوط التاني بعد هدف السولية الأهلي مضغوط في نص ملعبه ومش قادر يعمل هجمة واحدة بس من منتصف من ساعة ما السولية أحرز هدف الأهلي من ضربة جزاء والأهلي تراجع بشكل ملحوظ. ما راحش الهجمة للجون، يعني ما تحسش ان الأهلي خلاص بيهاجم او عايز 3 نقط او بينافس على البطولة مثلا او بينافس على المركز متقدم والكلام ده. ولغاية ما نزل محمد مجدي قفشة وبيرسي تاو يدوب ان الأهلي أصبح له حركة وشكل في الملعب، إلى حد ما الأهلي بقى له شكل كويس. المهم نرجع نقول الحمد لله على الأداء وال3 نقط، وخصوصا ان الزمالك اتعادل امبارح مع المصري، ويعتبر الى حد ما تعادل الزمالك 2-2 يعتبر مكسب للاهلي، علشان الاهلي يبعد عن المنافس اللي الناس بتعتبره منافس وحيد، وانا بصراحة مش شايفه انه منافس ولا حاجة، هو مجرد فريق بيلعب وخلاص، ملوش اي شخصية ولا هوية في الملعب، ولا له اي يعتبر حتى ملوش اي هوية نهائي. بيفرح كل كام سنة عشان ياخد بطولة محلية، علشان يقولوا ان الادارة شغالة وبتجيب بطولات وخلاص. المهم خلينا في الاداء بتاع الاهلي، الحمد لله على ال3 نقط وعلى النتيجة، ونبارك لنفسنا على ال3 نقط، واللي جاي افضل ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ويا رب الاداء يتحسن ويتعدل ويتظبط باذن الله. شكرا والى اللقاء.